يقول لك صالح القناه هيكون متخصص كلاينت سايد ولا في جانب سيرفر سايد؟ والله عايز اخش في جانب السيرفر سايد، بس لسه مش واثق في امكانياتي يعني، مع ان انا اشتغلت سيرفر سايد قبل كده تمام. ويعني انا بقول لك انا كنت لسه بتعلم جو، ودعبست في لارفل شويه، وعملت مشروع دوت نت مره، واشتغلت مشروعين ثلاثه نود. بس يعني عارف انت، مش شايف نفسي ان انا احسن حد يتكلم، او مش شايف المواضيع اللي انا اتكلم فيها. تمام، حاسس ان يعني اقول لك على حاجه، دي حاجه مهمه جدا. انا ليه بتكلم في الفرونت اند؟ لان الفرونت اند مهضوم حقه. دي حاجه، ان الفرونت اند مهضوم حقه. يعني عارف انت، ناس كتير فاكره ان الفرونت اند سهل فبتكروته. تمام، فاكر ان الفرونت يعني مثلا والله العظيم، واحد اعرفه تمام، كان يعني عارف انت ايه، كان بيقول لي انا ممكن استبدلك ببوت ستراب، انت كبني ادم كلك ممكن استبدلك ببوت ستراب. تمام، لحد ما يعني عارف انت، انا كنت ماشي اللي هو تمام، كنت بعديها له لحد ما يعني شفت منه مره موقف. هو شاف مشروع معايا كده، المشروع يعني عارف انت كان مشروع عبيط بصراحه، ما كانش فيه شغل كتير يعني، وكان في حته ريسبونسيف. عارف انت، هي ما كانتش ريسبونسيف، هي كانت ريسبونسيف اللي هو الديفولت ريسبونسيف، ان انا قلت له مثلا هات لي الحاجه دي ويتس فول، فلما صغرت الشاشه صغرت معاها، لان الشاشه بقت صغيره وهي واخده ويتس فول. تمام، هو انبهر بدي. فانا لما هو انبهر بدي، انا اكتشفت ان هو تمام، ده مش فاهم اي حاجه في الفرونت اند. نمره اتنين، زي ما قلنا الفرونت اند حقه مهضوم. ان هو يعني الناس فاكراه سهل، الناس فاكراه بوت ستراب وجي كويري ومش عارف ايه ورياكت وبتاع، بس الناس ما فعلا لما بتسمع الكلام ده، سواء مثلا الناس اللي بتدرس تسمع الكلام ده، او الناس اللي يعني ايه اللي بتحاول تعمل محتوى كده، فما بيتعبش نفسه. تمام، اللي هو ده اي كلام، ده سي اس اس، ده اي كلام، ده انا كده كده بكتب بوت ستراب وبوت ستراب هيتصرف. تمام، مع ان هو مثلا ده لو شلت بوت ستراب منه وبوت ستراب اختفت مش هيعرف يتصرف. تحس ان هم داخلين الفرونت اند ده حفظ مش فهم. تحس ان هم يعني ايه كلهم يعني دارسين نفس الحاجات، حافظين نفس المعلومات. تمام، بيعملوا مواقع كلها شبه بعض، وعندهم كلهم نفس الافكار. ده اللي انا بشوفه من 90% من الناس اللي في المجال ده. 90% من الناس اللي هم الطلبه اللي لسه بتتعلم في الاول يعني. الناس القديمه، الناس او الناس الكبيره، اكيد الناس الكبيره فاهمه وعارفه، بس يعني ايه، معظم الناس اللي في مجال الفرونت اند ده ما فيش حاجه، استغفر الله العظيم يعني. فانا عشان كده بتكلم فيه، عشان اقول لهم لا، ان مجال الفرونت اند فيه اكتر من كده. تمام، تايب سكريبت سهله ومش صعبه، وممكن نتعلمها ونفهمها كلنا. تمام، عندنا مثلا زي ما الفيديو ده مثلا، الفيديو ده ان احنا عندنا راوترز تانية غير رياكت راوتر مثلا، ورياكت راوتر مش حلو على فكره. انت لما تشوف حاجه غير رياكت راوتر تلاقي ان لا، رياكت راوتر ايه القرف اللي انا كنت عايش فيه ده. تمام، جيسون سيرفر ده كلنا بنستخدمه. لما انا بس لما اديتها خمسه تفكير كده، اكتشفت ان جيسون سيرفر ده حاجه عبيطه جدا، ولما دخلت بصيت لقيته فعلا مش صعب. تمام، ايه تاني مثلا، عندك استرو مثلا. استرو لما بصينا عليها ما فرقتش كتير عن رياكت، وبتعمل حاجات موجوده في رياكت وحاجات موجوده في نيكست، بس احنا يعني ايه، ناس كتير قوي تلاقيها ما سمعتش عنها او ما استخدمتهاش. ليه؟ لان هي حافظه ان انا فرونت اند، انا بتاع رياكت بس. برضو حد كان قبل كده اتكلم في الموضوع ده، ان مثلا ايه، ناس كتير تبقى عارفه رياكت مثلا وخايفه تخش رياكت نيتف او نيكست. ليه؟ لاسباب كتير، منها مثلا ان هو حافظ مش فاهم، محتاج حد يلقمه المعلومه، محتاج كورس او محتاج انستراكتور واقف على دماغه بيلقمه المعلومه، في حين ان هو لو تعب 5 دقايق كده مع نفسه هيلاقي ان رياكت زي نيكست، زي استرو، زي فيو، زي انجلر، زي معظم الحاجات. انت لما تقعد تذاكر حاجات كتير من دي، تلاقي ان انك بتطلع من جو ان انا بتعلم فريم ورك او لغه او كده، لان انا بتعلم طريقه تفكير. وانت مع الوقت زي ما بتقول كده بتمسك ملكه التفكير دي، فالحاجات ما بتبقاش جديده عليك. من كل مثلا حاجه زي مثلا استرو دي مثلا، بتبقى فيها مثلا حاجه او اتنين جداد عليك، انما الباقي بتفهمه بسهوله. تتعلم مثلا فريم ورك جديد، تلاقي مثلا معظم الحاجات انت تقدر تعرفها او تربطها بمعلومات انت كنت عارفها قبل كده، وهكذا. تمام، فالفرونت اند فعلا مضمون حقه، فاحنا عايزين نركز عليه شويه. تمام، ولو بس لو لقينا حاجه حلوه في السيرفر سايد ممكن نتكلم فيها عادي.